كنت دايما أسأل نفسي، لو ما كنت سافرت واتغربت هل كنت هفضل وليد بتاع زمان؟ وكان في سؤال تاني أصعب، لو رجع بيا الزمن وخيروني تقعد في بلدك بكل مشاكلها، بكل حواراتها، في وسط أهلك وناسك، ولا تسافر؟ تفتكروا إجابتي إيه؟ بص، هقولك الحقيقة ومش هضحك عليك. الغربة فعلا غيرتني من جوه في حاجات كتير قوي، وخلتني كمان أشوف الدنيا بشكل مختلف، وتعلمت منها حاجات كتير عن نفسي وعن الناس وعن معنى الحياة. بس التمن كان غالي، خدت مني راحة وخدت مني لحظات كان نفسي أعيشها في وسط أهلي، لحظات عمرها ما بترجع، زي حضن أم، قاعدة مع أصحابك، فرحة صغيرة، أو حتى كلمة حلوة من حد بتحبه. أما عن السؤال التاني، وأنا صغير كان طبيعي عقلي يقول لي سافر، جرب، شوف الجديد. الشباب دايما عاوز يكتشف كل حاجة، عنده إحساس إن هو يقدر يغزو العالم. لكن بعد ما سافرت وبعد ما اتغيرت وبعد ما نضجت، اكتشفت إن مش كل اللي بيلمع دهب. لو رجع بيا الزمن كنت هرفض. وفي الآخر الإجابة دي مش واحدة عند الكل. في ناس كتير هتقول كنت أسافر، وفي ناس قليلة هتقول قعدتي في وسط أهلي بالدنيا. كل واحد وظروفه، وكل واحد ليه ترتيبات وحسابات مختلفة. الغربة بتديك خبرة وفلوس وبتفتح لك أبواب، لكن في نفس الوقت بتاخد منك راحة، وقت، ذكريات جميلة. ومهما كان المكسب هتلاقي دايما قلبك متعلق بأهلك وببلدك. انت بقى لو رجع بيك الزمن هتختار ايه؟ اكتب لي في الكومنتات، وما تنساش تعمل لي متابعة عشان تشوف باقي الحكايات. بس كده، سلام.